السلام عليكم، ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ انا منى ودي قناه منمن احمد. لو انتي اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه، وكمان تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد وتبقي من اصحابي وحبايب قلبي. النهارده هكلمكم على تاني فيديو من شخصيه الزوج. لو في اي عيوب في الزوج، ان انت ازاي تعرفي تتعاملي معاها، بما اننا احنا بنانيت مخطوبين، وانا عارفه كل اللي بيتابعوني معظمهم مخطوبين. وكمان حتى لو انتي متجوزة فتابعي الفيديو وان شاء الله هيعجبك جدا وتستفادي. لو انتي بتعاني من مشكلة ان جوزك عنيد او بيغير زيادة، او يعني في اكتر من حاجة، او عصبي او بارد او اي حاجة، هقولك ازاي تتعاملي مع زوجك بطريقة تكون كويسة، وازاي كمان تخليه يبطل الحاجة او العيب اللي انتي شايفاه فيه ده. فهكلمكم النهاردة. انا المرة اللي فاتت كلمتكم عن نوعين، النهاردة برضو هكلمكم على النوعين. اول نوع هكلمكم فيه النهاردة عن الزوج الغير حضاري. في بنات كتير مش بتحب. اولا هقول لكم ايه الزوج الغير حضاري ده. يعني اللي مش بيحب يطور من نفسه، بيتمسك بعادات وتقاليد زمان، وده بيظهر في طريقة لبسه العادية وموبايله القديم اللي مش بيحب يغيره. النوع ده على فكرة بيكون قنوع بنفسه جدا. في بنات كتير مش بتحب النوع ده، عايزاه يلبس اخر موضة ويمسك احسن موبايل، و دي مش حاجة غلط. كل بنت ليها رغبتها في الشكل اللي بتبقى نفسها تشوف فيه حبيبها، بس الحل هو انك تكوني ابن زي بنته الصغيرة كده، اللي بتطلب من باباها الحاجة بطريقة حلوة، واللي بتطيع باباها في اي حاجة هو عايزه، يعني عايزك تعمليها. ما تحاوليش على طول ان انتي تحسسيه ان هو شكله مش حلو، او لبسه مش عاجبك، او طريقته مش عاجباكي. لا، حاولي ان انت تطيعيه وتسمعي كلامه، وان انت يعني توصلي له ان انت عايزاه بطريقه كويسه. وعايزه اقولك اتاكدي ان النوع ده من الرجاله بيخاف عليكي جدا، وانه بيخاف عليكي وعلى نفسه من الفتن اللي بقت في زماننا ده منتشره جدا. فحاولي ان انت ما تقولولوش كلام يضايقه او يجرحه بالنسبه لمظهره. اتكلمي معاه باسلوب كويس وما يجرحوش ولا يجرح مشاعره، وشجعيه ان هو يشتري لبس جديد في حاجه انت بتحبيها. او ممكن يا ستي مثلا تجيبي له لبس انت كنوع من انواع الهديه يعني، واختاري الالوان اللي بيحبها، وحاجه تكون قريبه من الستايل برضو ان هو بيحبه، وفي نفس الوقت تكون تعجبك وترضيكي. تاني نوع يا بنات الزوج العنيد، وده من اصعب انواع الرجاله اللي بيكون فيه العيب ده، ان هو بيكون عنيد، لانه بيبقى دايما مش عايز حد يناقشه في اللي هو عايزه، بيمشي من دماغه كده ومش عايز يشير اي حد، ما بيحبش يتناقش كتير، او دايما لو اتناقشتي معاه بيطلعك غلطانة، ولو اصريتي على حاجة هو مش عايزها ما بتوصليش معاه لاي حل ولا لاي نتيجة. هتتعاملي معاه ازاي؟ اتعاملي معاه بتفاهم دايما، وعامليه على انه طفل صغير. يعني حاولي ما تعليش صوتك عليه، اتكلمي معاه هدوء، اتكلمي معاه بالراحه، حاولي توصليه دايما ان انت عايزه ترضيه، او ان انت عايزه تعملي او ان تفكيركم واحد. وصليه دايما ان انتوا تفكيركم واحد، ما تحاوليش تنرفزيه باي حاجه. وطبعا احنا اتفقنا من الاول من الفيديو اللي فات ان انت لازم قبل ما تحاولي ان انت يعني تتعاملي مع عيب في جوزك، ان انت تكوني عارفه جوزك كويس. يعني تكوني عارفه هو بيحب ايه، بيكره ايه، ايه اللي ما بيحبهوش. ما بيحبكيش تعملي حاجه، ما بيحبكيش بطريقه تتكلمي بطريقه معينه. خلي بالكم من الحاجات دي جدا، لان برضو بتجيب مشاكل. عبري عن حبك ليه دايما، وامدحي فيه على طول علشان تكسبي ثقته وحبه. خلي بالك ما تدخليش معاه زي ما قلتلك في اي نقاش حاد ابدا، لانك في الاخر هتكوني انت الوحيده الخسرانه. اتناقشي معاه دايما بهدوء، وحاولي تكسبيه زي ما بيقولوا كده، اكسبيه في صفك. تمام؟ حسسيه دايما انك فاهماه وعايزه ترضيه، وطبطبي عليه كده، وما تحاوليش ان انتي تعنديه خالص، او تبقوا ند بند كده قصاد بعض. لو انتي شايفاه ان هو بيعمل حاجه غلط ومش عايزك تستشيري فيها، مش بيستشيرك فيها يعني، ممكن تعرضي عليه النصيحه بطيبه كده وعفويه، من غير اي محاوله اجبار ان هو ياخد الخطوه دي او يعمل اللي انتي عايزاه. ولو لقيتيه برضو مش عايز يعملها او مش بياخد برايك، ممكن تنصحيه ان هو يروح لاي حد من صحابه، ترشحي له مثلا
حد معين روح لفلان اتكلم معاه خد رأيه، بس طبعا فلان ده تكوني متأكدة من رزانة فكره وان دماغه وتفكيره يكون ناضج يعني، ويروح ياخد مشورته. بس كده يا بنات، يا رب تكونوا استفدتوا، الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتابعوني على الفيسبوك وعلى الانستجرام، هتلاقوا اللينكات تحت في صندوق الوصف. وما تنسوش كمان تخشوا على الفيديو على القناة بتاعتي الجديدة وصفات وخلطات منمن، هتلاقوا حاجات كتيرة ان شاء الله هتعجبكم، وباذن الله هبتدي انزل فيها فيديوهات كتير. بس كنت عايزة اتكلم عن المواضيع يعني بتكلم عن المواضيع دي لان انا عارفة ان في بنات هتخش قريب، والحاجات دي مهمة جدا جدا، اهم من الجهاز واهم من الحاجة ان انتوا تعرفوا تتعاملوا مع بعض، ان انتوا تكونوا متفاهمين، ان انتوا تكون طريقتكم واحدة دماغكم واحدة. بس كده يا بنات عشان ما اطولش عليكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة يا حبايب قلبي.